السلام عليكم ورحمة الله. أحمد عطاف يدلي بكلمة في مجلس الأمن أرعبت الجميع وبالأخص المخزن. هذه الكلمة ستخلد في التاريخ. سنشاهد ماذا قال أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري. ولكن عزيزي المتابع، طالما وصلك هذا الفيديو ما تنساش انك تشرفنا وتشترك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينشر اكبر عدد من الناس. واذكر الله وصلى على النبي اهم شيء. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. ثمن أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري على القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة أو محكمة العدل الدولية بشأن القضية الصحراوية وإعطاء الشعب الصحراوي حق تقرير مصيره بفضل الجزائر والعمل التي قامت به على مدار السنوات الأخيرة في مجلس الأمن من أجل تحرير هذا البلد، كاشفا أن هنالك بعض الدول نصبت نفسها حارسة لمبادئ القانون بالرغم من أنها دائما ما تنتهك. وهي دائما على فكرة هذه الدول من أشد الدول التي تناشد بحقوق الإنسان ولكنها لا تفعل به. وأعلن عطاف في يوم الدبلوماسية الجزائرية، وهو اليوم نفسه الذي انضمت فيه الجزائر إلى الأمم المتحدة، أنه كما تم تصفية الاستعمار من الدول العربية فها هو الآن حان وقت تصفية الاستعمار من الدولة الصحراوية وأن تصبح حرة وأن يقرر شعبها مصيره بيده. وقال كلمة مرعبة أن خرافة الحكم الذاتي لا يمكن أن تؤسس لأي حل كونها تتنافى أصلا مع حق تقرير المصير، مضيفا أننا في المراحل الأخيرة لتصفية الاستعمار من الدولة الصحراوية. شاركنا رأيك في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله.